نبدأ النهاردة للأسف يعني بخبر محزن. هو وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب عن عمر 77 سنة. الله يرحمه. خبر صعب فعلا. المعلومات اللي عندنا بتقول إنه توفى بعد فترة يعني صعبة مع المرض وتدهور حالته الصحية مؤخرا. أيوه. خلينا نحاول نفهم أكتر تفاصيل الأيام الأخيرة دي وردود الفعل كمان اللي لمسناها. القصة مش بس خبر الوفاة، تمام. لكن كمان الظروف اللي كانت قبلها. المعلومات بتقول إن صحته يعني كانت بتتدهور بشكل ملحوظ، ودخل العناية المركزة كذا مرة الفترة الأخيرة. أيوه، ده حقيقي. وده اللي أكده الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية. يعني هو صرح قبل فترة إن الفنان لطفي لبيب رجع تاني للعناية المركزة، صح. وإن وضعه كان حرج. حتى مدير أعماله محمد الديب كان طلب من الناس تدعي له. ياه. فده بيورينا قد إيه الفترة الأخيرة كانت مقلقة فعلا، للمحيطين بيه وللجمهور كمان. واللي لفت نظري كمان هو حجم التأثر اللي بان في كلام الناس عنه، مش بس كفنان. فاهم قصدي؟ طبعا طبعا. يعني الإعلامية سهير جودة كلامها عنه كان معبر قوي بصراحة. هي دي نقطة مهمة جدا. كلام سهير جودة ده بيورينا ليه الناس كانت مرتبطة بيه بالشكل ده. بالظبط. هي ما وصفتوش بس كفنان موهوب، لأ، قالت عليه إنسان حقيقي، استخدمت تعبيرات زي ضحكته من القلب. الله. طيب، وكمان إنه وطني شارك في حرب أكتوبر. التفاصيل دي بتفسر حالة القلق والمتابعة اللي حصلت وقت مرضه الأخير. أكيد. الناس كانت بتحبه كشخص، مش بس فنان. والجانب الإنساني ده يعني واضح إنه كان ملموس في دايرة الدعم اللي كانت حواليه. شفنا كمان دور الأب بطرس دانيال كان بارز إزاي. بالظبط. سهير جودة نفسها وصفت الأب بطرس بأنه كان سند روحي للفنانين، سند روحي. وكان من أول الداعمين لطفي لبيب في محنته. ويمكن أكتر حاجة عبرت عن ده الصورة اللي انتشرت له. الصورة دي. أيوة، وهو في بيته بعد خروجه من المستشفى، كان معاه الأب بطرس والفنان حمزة العيلي. صحيح، شفتها. الصورة دي وقتها طمنت ناس كتير بصراحة، حسستهم بروح المحبة والدعم اللي حواليه. يبقى الاهتمام الكبير ده بتفاصيل مرضه والدعم اللي حواليه ده بيقول إيه عن معنى رحيله في النهاية؟ يعني ليه الموضوع لمس ناس كتير بالشكل ده؟ بصي، هو بيقول إننا مش قدام مجرد خبر وفاة فنان وخلاص. اللي بيميز الحالة دي، ويمكن ده اللي المصادر بتحاول توصله، إن الحزن ده كان كاشف. كاشف؟ أيوة، كاشف عن قيمة الإنسانية في الشخصية العامة، مش بس الموهبة الفنية. رد الفعل ده بيورينا إن الناس بتتواصل أكتر مع الفنان اللي بتحس بصدقه وطيبته. تمام. وده اللي كلام سهير جودة بيوضحه، والصورة اللي ذكرناها بتأكده. القصة أعمق من مجرد مسيرة فنية حافلة. فاهمة إزاي؟ فاهمة جدا. يعني الخلاصة إننا ودعنا فنان له مكانة خاصة جدا، لطفي لبيب، 77 سنة، بعد رحلة معاناة صحية لفتت نظر الكل، أيوة. وكشفت عن جوانب إنسانية مؤثرة جدا في شخصيته وفي تعامل الناس معاه. ولو بصينا للصورة الأكبر شوية، ده بيخلينا نفكر في علاقة الجمهور بالفنان نفسه. إزاي؟ هل بنفتكر الفنان بس بأعماله الفنية وإنجازاته، ولا كمان بمواقفه الإنسانية، بشخصيته الحقيقية اللي بتظهر في الأوقات الصعبة زي دي؟ امم زي ما لمسنا في حالة لطفي لبيب كده، بطيبته ووطنيته اللي الناس كلها اتكلمت عنها. ده سؤال مهم فعلا، ممكن نفكر